أبسط أنواع الحرية اللي تحس إنك بتشعر بيها، إنك تقعد على رصيف آمن، سواء لوحدك أو مع حد من أصدقائك. أنا الرصيف أنا وأصدقائي عشت عليه كتير. والقهاوي، يعني أنا كان ممكن دلوقتي أختار أي قهوة، عندنا هنا قهاوي وكافيهات كتير كويسة. بس أنا برتاح على الرصيف أكتر. وكان مني رقاد زي ما بيقولوا مع أصدقائي. والقهاوي برضو كانت مني رقاد. يعني عايش طول عمري في الشارع. أحب الهواء الطلق، ما أحبش الجدران ولا خلقة البيوت مهما كانت فيها من وسائل الراحة والرفاهية. أحب الشارع. بلاقي نفسي في الهواء الطلق. افتكر في مسرحيه حواديت بتاعت ثلاثي اضواء المسرح، كانوا ولا 30 يوم في السجن، مش فاكر، يعني 30 يوم في السجن يا حواديت، اللي كانوا مسجونين فيها دي ولابسين هدوم الحراميه المخططه دي ويهربوا بالسجن. فالضيف احمد الله يرحمه عمل، الله يرحمهم الثلاثه بقى ماتوا، عمل مشهد عبقري. نايم، نام على ظهره على المسرح وبص للسماء وقال: ما أجمل إنك تكون حر وإنك نايم على ظهرك في أي مكان، وشك للسماء. كان مشهد على قد بساطته على قد ما هو مؤثر، ولذلك أنا فاكره لحد دلوقتي، وعبقري وبيعبر عن مغزى ومعنى الحرية. والحقيقة الشارع دلوقتي بقى مخيف. مش من لصوص ولا قطاع طرق، ولا ده في أطفال في سن لم يبلغوا الرشد لكن بقوا مرعبين. الحقيقة إن المجتمع عندنا، مش عايز أعمم زي ما بيقولوا، لكن في الغالب الأعم بينحدر نحو منحدر خطير جدا. سقوط أخلاقي غير طبيعي. وتحس إن البيوت ما بقتش بتعمل كنترول على أولادها ولا بتربي، لأن هم أصلا فقدوا جزء كبير من حقهم في التربية وفي التوجيه. المسألة بقت صعبة. وأنا زي ما بدأت معاكم وقلت لكم إن أنا عشت معظم حياتي مع أصدقائي في الشارع وعلى الرصيف وعلى القهاوي، لكن لم أفقد يوما قيود وتقاليد وقيم البيوت، والقيم اللي اتعلمتها من أهلي ومن أبويا ومن أمي ومن إخواتي اللي بيكبروني. افتقدنا ده. تحس انك بلدنا محتاجة لمحمد علي جديد علشان يبدأ يبعت بعثات تتعلم وتدرس ويربي أطفال ويعمل تعليم مجاني ويعمل. تحس ان في فوضى، وفوضى مرعبة. وده يقلق أي إنسان طبيعي أو على سجيته. احنا محتاجين إعادة نظر، وده كلامي موجه لأولادنا اللي بقى عندهم أحفادنا عيالنا، ينتبهوا بقى للي احنا ما انتبهناش ليه. يربوا عيالهم كويس، ما يبعدوش عن عينيهم، ما يسيبوهمش لاختياراتهم العشوائية ويقولوا لا خليه ياخد، لا لا لا، خليك حريص معاه واختار معاه وراجعه مرة واثنين وثلاثة وعشرة. وجهه دايما للطريق السليم. لازم يبقى في منهج بيمشي عليه المجتمع وبيربي عليه أولاده، علشان نرجع أم عظيمة معلمة مربية زي ما كنا، زي ما أثرنا في كل محيطنا العربي والشرق أوسطي. لازم نستعيد تاني هذه المكانة وهذه الريادة بالانتباه والتعليم والتربية لولادنا وأطفالنا، الصبر على النبتة الصغيرة اللي احنا بنزرعها في الأرض لحد ما تطلع وتنضج
وتؤتي ثمارها بإذن الله.